ازرع تباشير السعادة بيديك، واكتب بإصرارك جميل المعاني، خلي الأمل ما ينثني عن باديك، وانثر تفاؤلك وتطيب الأماني، اضحك مع لحن الفرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعنا لكم في فيديو جديد، لكن هذه المرة طبعا بشكل جدا مختلف. راح أشارك معاكم مشترياتي لتعلم المكياج. فصراحة صراحة فن المكياج شيء خيالي وشيء جميل جدا، لكن لمن يتقن استخدامه. فطبعا أنا أول مرة راح أرسم على وجه الدمية اللي أستخدمها طبعا للتدريب. فصراحة مش عارفة كيف بيكون إبداعي أو كيف بتكون النتيجة. أتمنى إن شاء الله بتكون نتيجة حلوة بإذن الله. وجه الدمية طبعا راح نكيجه، وبعدين راح تكون كل جهة من جهة الدمية راح يكون مختلف عن الجهة الثانية. طبعا هو مو على أساس إنه والله وجه راح أمكيجه بهذا الشكل إنه كل وجه راح يكون مختلف، لا، لكن أنا في هذا الفيديو طبعا راح أمكيج كل جهة بشكل مختلف عن الأخرى، بحيث إنه نهاية الفيديو أقيم نفسي وأنتم كمان تقيموني، أيهما راح يطلع أحلى، هل الجهة اليمنى من الوجه أم الجهة الثانية اللي هي الجهة اليسرى. $2,000 years later. فطبعا انتم كمتابعين اكتبوا لي رأيكم في التعليقات أيهما بيطلع أجمل في النهاية. فطبعا علشان ما يكونش الفيديو ممل وكذا، فحبيت إنه أنزل لكم قصص، حاولوا إنه مثلا تركزوا عليها أو تستمعوا لها جدا راح تستفيدوا منها. قصص قصيرة بس مرة حلوة. فيلا بينا نبدأ معاكم بأول قصة. سأروي لكم اليوم قصة بائع الملح. كان لدى بائع الملح حمار يستعين به لحمل أكياس الملح إلى السوق كل يوم. وفي أحد الأيام اضطر البائع والحمار لقطع نهر صغير من أجل الوصول إلى السوق، غير أن الحمار تعثر فجأة ووقع في الماء، فذاب الملح وأصبحت الأكياس خفيفة، مما أسعد الحمار كثيرا. ومنذ ذلك اليوم بدأ الحمار بتكرار الخدعة نفسها في كل يوم. واكتشف البائع حيلة الحمار، فقرر أن يعلمه درسا في اليوم التالي. ملأ الأكياس بالقطن ووضعها على ظهر الحمار، وفي هذه المرة أيضا قام الحمار بالحيلة ذاتها وأوقع نفسه في الماء، لكن بعكس المرات الماضية ازداد ثقل القطن أضعافا، وواجه الحمار وقتا عصيبا في الخروج من الماء، فتعلم حينها الدرس، وفرح البائع لذلك. العبرة المستفادة من هذه القصة القصيرة: لن تسلم الجرة في كل مرة، وقد لا يكون الحظ حليفك دوما. سأروي لكم اليوم قصة الأسد الطماع. كان يوما حارا جدا، وكان الأسد في الغابة يشعر بجوع شديد. خرج من وكره وبحث هنا وهناك عن طعام يسد به جوعه، فلم يجد سوى أرنب صغير. قبض عليه وفكر مع نفسه قائلا: هذا الأرنب لن يملأ معدتي. وفي حينها لمح غزالا مر على مقربة منه، فأصابه الجشع، وفكر مجددا: بدلا من هذا الأرنب النحيل سأمسك بالغزال وأتناول وجبة دسمة. وهكذا أطلق الأسد سراح الأرنب، وانطلق بأقصى سرعته إلى حيث رأى الغزال يركض، لكن هذا الأخير كان قد اختفى. شعر الأسد بالمرارة والأسف، وندم شديد الندم لأنه أطلق سراح الأرنب وبقي الآن جائعا بلا طعام. فالعبرة المستفادة من هذه القصة القصيرة يا أصدقائي: عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. سأروي لكم اليوم قصة قصيرة. عنوان هذه القصة: إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. كان هناك 4 طلاب جامعيين قضوا ليلتهم في الاحتفال والمرح، ولم يستعدوا لامتحانهم الذي تقرر عقده في اليوم التالي. وفي الصباح اتفق 4 على خطة ذكية. قاموا بتلطيخ أنفسهم بالوحد، واتجهوا مباشرة إلى عميد كليتهم، فأخبروه أنهم ذهبوا لحضور حفل زفاف بالأمس،
وفي طريق عودتهم انفجر أحد إطارات سيارتهم، واضطروا نتيجة لذلك لدفع السيارة طوال الطريق، ولهذا السبب فهم ليسوا في وضع مناسب يسمح لهم بخوض الاختبار. فكر العميد لبضعة دقائق ثم أخبرهم أنه سيؤجل امتحانهم ل3 أيام، فشكره الطلاب الأربعة ووعدوه بالتحضير الجيد للاختبار. وفي الموعد المقرر للاختبار جاءوا إلى قاعة الامتحان، فأخبرهم العميد أنه ونظرا لهذا الظرف الخاص سيتم وضع كل طالب في قاعة منفصلة. 2000 years later. ولم يرفض أي منهم ذلك، فقد كانوا مستعدين جيدا. كان الامتحان يشتمل على سؤالين فقط. كان السؤال الأول ما هو اسمه، وكان عليه علامة واحدة فقط. أما السؤال الثاني فكان أي إطارات السيارة انفجر يوم حفل الزفاف، وكان عليها 99 علامة. فالعبرة المستفادة من هذه القصة: إن كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. تحمل مسؤولية أفعالك وأقوالك، وإلا ستتعلم درسا قاسيا. قصة قصيرة. في جاي وراجو كانا صديقين حميمين، وفي أحد الأيام ذهبا في نزهة إلى الغابة للتمتع بجمال الطبيعة. فجأة رأيا دبا كبيرا يتقدم منهما، ففزعا وانتابهما الخوف الشديد. كان راجو بارعا في تسلق الأشجار، فسارع على الفور إلى أقرب شجرة إليه وتسلقها غير مبال بصديقه الذي لم يكن يحسن التسلق إطلاقا. أما في جاي ففكر قليلا، وتذكر حينها أنه قد سمع بأن الحيوانات المفترسة لا تحب الجثث الميتة، لذا استلقى أرضا وكتم أنفاسه. وصل إليه الدب الكبير وراح يشمه ويدور حوله لبعض الوقت، ثم تركه وذهب. فنزل راجو من أعلى الشجرة وسأل صديقه ساخرا: ماذا قال لك الدب حينما كان يهمس في أذنك؟ وأجابه في جاي: قال لي أن أبتعد عن الأصدقاء أمثالك. ثم تركه ومضى في طريقه. قصة قصيرة، ولكن ما هي العبرة المستفادة من هذه القصة؟ الصديق الحقيقي هو الذي تجده وقت الضيق. نعم يا أصدقائي، إن كان لكم أصدقاء حقيقيون فإياكم أن تخسروهم. نادرا في هذا الزمان ما تجدون أصدقاء حقيقيون. أن يكون لديك صديق واحد حقيقي أفضل من أن يكون لديك 100 شخص مزيف.